جمهور الأهلي العظيم صباحكم خير وسعادة. تعالى في شوية أخبار عن النادي الأهلي. في مباراة للتاريخ أمس فاز النادي الأهلي بنتيجة 110-61 على النادي الزمالك في مباراة السوبر لكرة السلة. اتحاد السلة يحدد يوم الأحد المقبل موعد لانطلاق النهائي. أحمد شوبير: أنا كنت فاكر إن الأهلي عمل إنجاز، طلع غالب من 13 سنة 144-43. كريم الدبسي وكريم فؤاد اقتربوا من التواجد الفترة المقبلة. عماد النحاس قرر إقامة مباراة ودية يوم الجمعة استعدادا لمباراة فاركو. بعض إيقاف أسامة فيصل توقف على الأهداف وال 12 هدف، وده فرصة إمام عاشور إنه يصبح هداف الدوري. وعلى سبيل الكوميديا، إدارة النادي الأهلي تدرس بجدية التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك. أحمد شوبير: الأهلي في انفراد جد من أجل ضم مصطفى العش بشكل نهائي مع نادي زد، ولكن المطالبات المادية عالية شوية. والعلم إن مصطفى العش إجا النادي الأهلي ما دفعش فيه ولا جنيه في الإعارة. الأهلي يوقع عقد رعاية مع شركة شطور في حفل في الأهرامات. رامز جلال وطياره بخطين، ومن ساعتها الدنيا قايمة في الزمالك. جوميز يشكو الزمالك بسبب مستحقاته، بيقول حاول إن هو يحل الموضوع كتير ولكن كان بلا جدوى لحد ما اشتكاهم. كوماندوز الأهلي يفوز على شبيبة كناشا الكونغولي في ربع نهائي كأس الكؤوس. سيدات الأهلي يتأهلوا لنصف نهائي بطولة كأس أفريقيا الأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على فريق الكاميروني 35-25. التاريخ يصنع بأيادي أهلوية. ثنائي تنس الطاولة الأهلي يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي يكتبون التاريخ من جديد بأيدي من نور. عمرو مرموش يسجل هدف ولا أروع امبارح في مباراة السيتي. السيتي بقى في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ولكنه لم يضمن بعد مركز مؤهل دوري الأبطال في انتظار الجولة القادمة.